بعد النهارده رز معمر زي ما الكتاب بيقول، وكمان هعمل جنبه صينيه لحمه بالبصل والليمون والفلفل. انا هقول بسم الله على طول في الوصفه. عندي هنا الطاجن اللي هشتغل بيه، دهناه بماده دهنيه من القاع والحواف. وعندي هنا مقدار الرز لكل كوبايه رز كوبايه ونص لبن او كوبايتين، او كوبايه لبن وكوبايه شوربه، بس انا بحب اعملها بلبن بيور. اللبن البيور بيبقى طعمه اغنى واحلى. طبعا الرز منقوع لمدة نص ساعة ومغسول كويس جدا. هنزل كمان عليه بقطعة زبدة كده. والمنكهات اللي عندي سهلة خالص، فلفل اسود وملح حسب الرغبة، ورشة بهارات فراخ اللي هي البودر. انا هقلب كل دوت مع بعضه عشان كل حاجة تمتزج. انا عملته معاكم قبل كده في فيديو، بس كنت عاملاه بطريقتي انا، ان انا كنت حاشيه الفراخ جوه ومتبلاها بالملح والبصل، فكان متطعم حلو قوي. بس دي الطريقه الاصليه اللي هو الفلاحين بيعملوها بيها. الخطوه التانية لازم يكون اللبن سخن، وزي ما قلت لكم المقدار من كل كوبايه رز ليها كوبايه ونص لبن او كوبايتين، او العكس كوبايه لبن وكوبايه شوربه. في اضافه اخيره كده، هحط بس على الوش حته قشطه بتاعت وش اللبن، او القشطه المعلبه مفيش مشكله لو متاحه عندك. جهزت عندي اول وصفة هغطيها، لو مش متاح عندك الغطا بتاع الفخار ممكن تغطيه بورق اللي هو الالومنيوم عادي. هتدخليها الفرن لمدة ساعة او ساعة وربع، كل واحدة وحسب الفرن بتاعتها. بعد اول ساعة هنكشف الغطا عشان ياخد لون بس من الطبق، وكده تكون جهزت معايا اول اكلة. نخش بقى على الوصفة التانية. هنا بصلتين كبار متقطعين شرايح رفيعة، عليهم عصرة ليمون كبيرة، المنكهات ملح وفلفل حسب الرغبة، كزبرة ناشفة، رشة جوز الطيب، رشة حبهان ورشة قرفة، وكمان رشة كبابة سمين. هقلب كل المكونات دي عندي مع بعض. هنزل بقى باللحمة، انا مقطعاها عندي السمك بتاعها رفيع عشان ما ياخدش وقت معايا في السوا. طبعا الكمية تقديرية. هقلبهم كويس بس. عايزه اقول لكم الريحه بجد تهبل، يعني تتاكل وهي نيه. انا مش هزود اي حاجه غير قطعه زبده كده بس على الوش، ومش هحط لها ميه. انا هكتفي بالميه بتاعه البصل واللحمه، هما هيسوا بعض. انا هدخلها الفرن جنب الفخار بتاع الرز المعمر، ومش هغطيها، وهطلعها لكم بقى بشكلها النهائي لما تستوي. برضو اللحمه كده مش هتاخد وقت، لان انا مقطعاها السمك بتاعها رفيع، فممكن تاخد من نص ساعه لساعه الا ربع بالكتير قوي. بقى هطلعها لكم بشكلها النهائي لها بعد ما استوت. عايزه اقول لكم بجد 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 طعم وريحه مش قادره اقول لكم، يعني المكان عندي مقلوب. اتمنى ان انتوا تجربوها، ويا ريت تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزل لكم بوصفات تانية جديده.